السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد، وصفه جديده من مطبخ اللهلوبه. وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض، بصوا بقى، قنبله الموسم، بسبوسه الحلواني. هنعملها ان شاء الله في اقل من الثواني. هتكون جاهزه معاكي، والطريقه بتاعتها سهله وكمان اقتصاديه. مش هتحط لها يا ستي ولا لبن اللي هو الحليب يا جماعه، ولا كمان زبادي. هنعملها بميه من الحنفيه وشويه سمنه وشويه سكر، وهتديكي بقى الجمال والترميله اللي انت شايفاها دي. وعايزه اقول لك ان الطريقه دي بتاعت الحلوانيه مش بيحطوا لها ولا حليب ولا بيحطوا لها كمان زبادي. وبتطلع معاهم اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده، عامله زي حبيبات الرمل بالظبط. وعايزه اقول لك كمان ان نسبه الشربات اللي جوه البسبوسه مظبوطه جدا جدا، ولا هي كتيره ولا هي قليله. يعني اللي انت ممكن تاكلي منها حته واتنين نفسك مش هتجزع من السكريات اللي جواها. هنسمي الله بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والتسليم. وندخل على المقادير بتاعتنا على طول. اول حاجه بالنسبه للمقادير بتاعتي، هيبقى معايا نص كيلو سميد بسبوسه. سميد البسبوسه ده يا جماعه بيتجاب من عند العطار بسميد السايب الناعم. تقريبا يعني لو انتي هتعايري بالكوبايه اللي هي المج بتاعنا العادي، هيديكي 3 كوبايات من المج بتاعنا العادي. هنحط على النص كيلو سميد بسبوسه ده كوبايه سكر حبيبات، وكمان كوبايه ميه. ودي كوبايه سمنه مش زيت على فكره، دي سمنه بس سمنه سايحه. بس ما تكونش برضو سخنه، المفروض انها بتبقى دافيه كده دفيان. وده شكل السميد الناعم اللي انا بقول لكم عليه، انت بتجيبيه من عند العطار اللي هو السايب خالص. وكمان هيبقى معايا معلقتين كبار عسل نحل، ممكن تستبدليهم بالعسل اللي جوه الجلوكوز. وممكن تستبدليهم بالسيرب التقيل اللي احنا بنعمله للكنافه. وده بقى علشان نشخلع الكنافه بتاعتنا النهارده هنعملها يعني باللوز. لكن انت ممكن تعمليها باي مكسرات عاديه عندك، زي مثلا السوداني. ممكن ما تحطيش سوداني خالص. هحتاج بقى علشان ابتدي ان انا اقشر اللوز بتاعي ده، ان انا اسلقه في شويه ميه كده في طاسه على النار، هياخد يدوب دقيقتين. اول ما احس ان هو غلى طبعا بروح منزلاه من على النار واخليه يبرد شويه. دلوقتي جبت بقى الخلاط بتاعي وحطيت فيه كوبايه الميه وكوبايه السكر، وكمان كوبايه السمنه السايحه دي يا جماعه سمنه سايحه. يستحسن طبعا ان انت تستخدمي نوع سمنه يكون كويس في البسبوسه علشان يديكي نتيجه حلوه. وهو ده بصراحه يعني اللي بيديك الطعم بتاع البسبوسه من الاخر. يعني انت مهما تعملي في حاجات وما تحطيش نوع سمنه كويس، البسبوسه في الاخر مش هتبقى حلوه. لكن يا ستي اعجنيها اي حاجه، حطي لها اي حاجه، بس حطي لها كوبايه السمنه البلدي، عايزه اقول لك هتطلع معاكي بغاشه. ودلوقتي حطينا بقى، هو ده بجد يعني ايه السر بقى الاصلي بتاع بتاع البسبوسه، السمنه يا جماعه، حطوا سمنه حلوه. دلوقتي حطينا بقى معلقتين الكبار عسل نحل. وبعدين ضربتهم كويس جدا كده بالمضرب اللي هو، او معلش بالخلاط العادي، لغايه لما احس ان حبيبات السكر ده بتخالص مع الميه وما بقالاش اي اثر. وده كده شكل اللوز بقى بتاعنا زي ما انتم شايفين، او غلى. اول ما بيغلي غلوه واحده بقلبه كده تقلبتين، وبروح بقى ايه قافله عليه النار على طول. وبشطفه طبعا من الميه السخنه اللي هو فيها دي، علشان مش هعرف افصصه كده، لازم ابرده شويه. وبعد كده مسافه ما بتضغطي كده على اللوزه، بتلاقي ان القشره بتاعتها فصلت على طول. طبعا انت ممكن تزيني البسبوسه باللوز وهو سليم كده، وممكن برضو باي سكينه كده تقطعي اللوزه اتنين بالعرض. هتديكي برضو ما شاء الله كميه كبيره. وده بقى شكل الخليط اللي احنا ضربناه كويس جدا في الخلاط. هروح نازله كده على السميد بتاعي، وبأي معلقه من غير ما تستعملي ايدك خالص ولا تعجني، يا دوب بس احنا هنقلب يا جماعه مش هنعجن. لان البسبوسه من الحاجات اللي انت كل ما بتعجنيها كتير كل ما بتديكي النتيجه وحشه. والسميد بيبتدي كده ينشف معاكي ويقسى وتطلع البسبوسه ناشفه. لكن احنا بس يا دوب كده بنقلبها تقليبه والتانيه، لغايه لما نحس ان كل المكونات بتاعتها دي اختلطت مع بعض كويس، وبعد كده بتسيبيها على طول. دلوقتي جبت بقى كده الفرشة بتاعتي ومعلقة سمنة حلوة كده، حطيتها برضو في القاع بتاع الصينية. الصينية بتاعتي دي ألمونيا مقاس 28. انت ممكن تعمليها في صينية مقاس 30 لو انت حباها رفيعة خالص. وبعدين هننزل بقى بالخليط بتاع البسبوسة وبأي معلقة كده، وابتدي بقى اسويه. زي ما انتوا شايفين كده الخليط ما شاء الله مش ناشف، وفي نفس الوقت برضو مش طري مرمل. ودلوقتي بعد ما افردها كويس قوي بالمعلقه، هبتدي بقى ان انا كده يعني ايه ارزع الرخامه
ارزع الصينيه دي رزعتين تلاتة كده على الرخامه علشان اسويها كلها، تبقى كل البسبوسه يعني بسمك واحد في قلب الصينيه، متبقاش حته تخينه وحته رفيعه. وبعدين بقى بنزينها باللوز اللي احنا عملناه دلوقتي، سلقناه وقشرناه مع بعض. في الوقت ده بتشغلي الفرن على درجة حرارة 180، بتكون درجة حرارة متوسطة. وبعد كده بتحطيها على الشبكة، ما تحطيهاش على الصاجة. بتقعد تقريبا يعني 35 ل 40 دقيقة. اول ما الاحرف بتاعتها تحمر بتحطيها تحت الشواية تاخد لون. وفي الوقت بقى اللي البسبوسة هتستوي فيه جوه الفرن، هنعمل مع بعض الشربات. هيبقى عبارة عن كوباية ونص سكر، سكر حبيبات بتاعنا الابيض العادي، عليهم برضو كوباية ونص مية. وبالنسبه للناس اللي هتقولي البسبوسه كده هتبقى مسكره قوي لان احنا حطينا سكر في خليط البسبوسه، هقولك لا والله ابدا، جربي وان شاء الله يعني هتنجح معاكي بنفس الخطوات والمقادير دي. دلوقتي بقى بقلب كده السكر كويس قوي مع الميه على اساس يدوب، وبسيبه على النار. اول ما احس ان هو غلى كده، اول ما بيغلي يا جماعه ويقلب، بروح طافيه عليه النار على طول. وبحط له كيس فانيليا وكمان معلقه زبده او معلقه سمنه بلدي بقى، بص يا سلام تبقى جميله. عايزه اقول لكم ان معلقه السمنه برضو اللي احنا بنحطها على الشربات بتفرق جدا في الطعم، وبتخلي الطعم بتاع البسبوسه يبقى غني، والريحه بتاعتها تبقى كلها سمنه. دلوقتي حطيت عليها كميه الشربات كلها. بالنسبه للبسبوسه خارجه من الفرن سخنه جدا، والشربات كمان سخن جدا، هما الاتنين سخنين. وده شكل البسبوسه بتاعتي. عايزه اقول لكم والله بجد هي مظلومه يا جماعه في التصوير، بس عايزه اقول لكم هي لونها حلو جدا جدا جدا، عامله زي بتاعت بره واحلى. وكمان الملمس بتاعها ما شاء الله عامل زي حبيبات الرمل كده، جميل جدا. وما بقطعهاش غير لما بيعدي عليها تقريبا يعني نص ساعه او ساعه، بحيث ان انا اقطع كده الخرطه تطلع بخرطتها وتطلع جميله زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. ودلوقتي بقى هنشوف كده اختبار الترميله مع ام عبد الله. هوريكم برضو قطعه من قريب زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، هي مش معجنه خالص. البسبوسه بتاعتنا اللهم بارك طالعه جميله جدا ومرمله، وزي ما قلت لك السكر بتاعها مظبوط جدا. بتمنى بقى يا حبايب قلبي ان كلكم تجربوها بنفس الخطوات ونفس المقادير دي، وترجعوا برضو تقولوا لي على رايكم في التعليقات. شايفين كده ما شاء الله بجد يا عسل، جميله تحفه. شايفين عامله ازاي؟ اللهم بارك، قمر قمر بجد، تستاهل بقكم. ان شاء الله يا حبايب قلبي من بعد الفيديو ده كلكم هتطلعوا منه كده يعني اساتذه في عمايل البسبوسه بتاعه الحلواني، ان شاء الله هتعجبكم جدا. هتعمليها في المناسبات وهتعمليها كمان في الحفلات، وطبعا في رمضان مش هننساها، دي بتبقى نجمه يعني الشهر كله، احنا ممكن نعملها مع بعض كل يوم. اتمنى بقى يا حبايب قلبي لو الفيديو يكون عجبكم ان انتوا تدوني كده لايكات جميله كده زيكم، وكمان ما تنسونيش من صالح دعائكم، ده طبعا اهم حاجه. هتوحشوني جدا جدا لغايه الفيديو اللي جاي. مع السلامه، باي باي.